Il periodo ipotetico قاعدة عاملة مشكلة لناس كتيرة جدا، لأن في الغالب انتوا بتتعلموها بشكل معقد جدا. لو لقيت ايه معرفش يحط ايه، النهارده هعلمها لك. أول حاجة هفهمك القاعدة بشكل بسيط جدا، وهجيب لك أمثلة عليها من الأفلام. أهم حاجة عايزك تركز جدا في الفيديو وتكتب الملاحظات، وما تذاكرش بعدها أي حاجة. أنت استنتج المعلومة من نفسك. قبل ما نبدأ لازم تكون مذاكر الأزمنة كلها، سواء بقى انديكاتيفو ولا كونديزيونالي ولا كونجونتيفو، علشان تقدر تفهمها بشكل بسيط جدا. طيب، احنا عندنا قاعدة اسمها البريودو ايبوتيتيكو. يعني ايه اصلا ايبوتيتيكو؟ يعني افتراض، فرضية. امسك لي في الكلمة دي. فرضية يا عمر يعني انت تقصد ان ده حاجة مشروطة بحاجة. شكرا، هي دي البريودو ايبوتيتيكو. احنا نمسك في فرضية. فرضية لازم يكون ليها شرط ونتيجة. تمام؟ طيب، البريمو تيبو احنا دايما بنحط سي اللي هو بمعنى اذا لو. اول حالة ألخصها لك في الجملة دي: حدث مستقبلي مربوط بشرط واقعي. بشرط واقعي يا عمر، يعني انت قصدك ان احنا هنستخدمها مع ايتامبي انديكاتيفي بس. ليه؟ لان الازمنه دي بتكون عايزه حاجه ريالي، حاجه واقعيه. الله ينور عليك. يبقى احنا حدث مستقبلي مربوط بشرط واقعي. بالمصري بالبلدي كده، لو انت ذاكرت شرط واقعي ها هتنجح. حدث مستقبلي. لو انت اكلت كتير هتتخن. لو انت اخدت الرخصة هتسوق. لو انت كسبت كتير هتبقى غني. لو انت سرقت تدخل السجن. فدي احداث مستقبلية بس احنا ربطناها بشرط واقعي بس. طيب خلينا نقول جملة: Se noi vinciamo la partita, vi porto con me a لو احنا casa. كسبنا الماتش انا هاخدكم على البيت، نعمل اي حاجة بقى، نحتفل، نعمل اي حاجة. دي الحالة الاولى. احنا كل الحالات دي هنطبق عليها في الاخر بالافلام. اوكي؟ طيب، الحالة التانية. الحالة التانية عايزك تحفظ لي الكلمة دي. يا سلام لو. احفظ الكلمة دي قوي. يا سلام لو كنت غني. يا سلام لو كنت ايطالي. يا سلام لو كنت تونسي. يعني انت تلخيص للحالة التانية: تخيل الحاضر بشكل مختلف. وطالما تخيل يبقى مستحيل نستخدم اي زمن في الانديكاتيفو، لان الانديكاتيفو عايز حاجة تكون واقعية حقيقية. يبقى هنستخدم مين يا حلوين؟ كونجونتيفو كونديزيونالي. في السيكوندو تيبو هنستخدم كونجونتيفو imperfetto più condizionale presente. لو كنت غني، تخيل الحاضر بشكل مختلف، انت اصلا مش غني. هروح ايطاليا. Se io fossi ricco andrei in Italia. لو كنت عندي عربية كبيرة جدا كنت هلف اوروبا كلها. Se io avessi una macchina grande trasferirei tutta l'Europa. دي الحالة التانية اللي هي يا سلام لو. طيب آخر حالة عايزك تحفظ لي برضو الجملة دي: كان زماني عملت كده. يبقى انت بتتخيل الماضي بشكل مختلف، مش الحاضر بقى هنا. طب طالما تخيل يبقى برضه كونجونتيفو كونديزيونالي بس في الماضي، يبقى كونجونتيفو ترا باساتو كونديزيونالي باساتو. على فكرة هنا بيقول لك بقى الناس اللي بتشرح القاعدة تقول لك ايه؟ دي بتكون في حالة الندم. مش شرط. انا ممكن اقول حاجة ان انا لو انا كنت قعدت في مصر كنت اشتريت البيت ده. عادي، دي مش حالة ندم، دي حالة عادية. تمام؟ فممكن تكون حالة ندم طبيعي، وممكن تكون حالة عادية. نقول مثلا جملة: Se io fossi rimasto in Egitto avrei comprato questa casa. لو انا كنت كملت في مصر او قعدت في مصر كنت هشتري الشقة دي. وممكن تيجي بحالة ندم طبيعي، زي مثلا لو كنت ذاكرت كنت نجحت، كله في الماضي. Se tu avessi studiato avresti superato questo esame. يبقى احنا دي
كل الحالات اللي موجودة. على فكرة في ملحوظة في القاعدة الأولانية إن إحنا ممكن نلاقي أصلا سي وجاية بعدها باساتو بروسيمو. دي برضه بتكون حاجة ريالي، لو هو عمل كذا إحنا المفترض نعمل كذا. ده برضه حاجة واقعية مربوطة بالماضي بس أنا بجاوب عليها في البريزنت. يعني مثلا se lui ha fatto questa cosa allora dobbiamo ringraziarlo. يعني لو هو عمل ده يبقى احنا من المفترض ان احنا نشكره. كله هنا فرضية بس ريالي بيلعب في الحيز دوت. دلوقتي الدور على الافلام. يلا بينا نشوف الثلاث حالات الايطاليين بيستخدموهم ازاي. يلا بينا. Imparando l'italiano, estate italiana è perfetto per te. بص هنا بيقول لك ايه se stai imparando l'italiano estate italiana è perfetto per te. ده كتاب هو بيتكلم عنه. هو بيتكلم عنها بيقول لك لو انت بتتعلم ايطالي القصة دي زي الفل بالنسبة لك. يبقى هنا بنستخدم انه حالة دي حدث واقعي احنا بنتكلم. Se non l'avete fatto andate subito a vederlo. Nello scorso video e الحالة اللي قلت لكم عليها ان هو حاجة حصلت في الماضي بس هي ريالي. لو حصلت هعمل كذا من المفترض اعمل كذا. يعني انا تقول لك سي نون لافيتي فاتو. لو انتوا ما خلصتوش الفيديو بتتكلم على الفيديو andate subito a vederlo. برضو بستخدم indicativo. اوكي فدي برضو il primo tipo. اوكي magari se fossi nata a Londra sarei andata in Sicilia. Se fossi nata a Londra sarei andata a Sicilia. تخيل الماضي بشكل مختلف. il terzo tipo تخيل الماضي بشكل مختلف. كويس جدا. Un po' che avvantaggiare il radicalismo alla fine. Cioè se fossi islamico sarei radicale. Il radicalismo alla fine. Cioè se fossi islamico sarei radicale, credo. هو هنا بيقول se io fossi islamico sarei radicale. يعني أنا لو كنت مسلم كنت هكون شخص راديكالي. فدي تخيل الحاضر بشكل مختلف من وجهة نظره لأن احنا ممكن ما نكونش متفقين مع الكلام ده. se io fossi islamico sarei radicale. تمام. يبقى احنا كده شرحنا كل حاجة تخص البيريودو ايبوتيتيكو. وانت عايز تتعلم اللغة الإيطالية وعايز مكتبة شاملة خاصة باللغة الإيطالية مشروحة لك وبتحدد المستواك ليك انت، هتلاقي لينك في البايو اشترك من عليه. خش وان شاء الله في اقرب وقت حد هيتواصل معاك. السلام عليكم.